تعالوا نشوف لو اشترينا نفس المنتج من مطعم عنده اكتر من فرع هيكون نفس الكواليتي والسعر ولا هيكون في فرق. معاكم غريب وفيديو جديد. هنجرب معاكم النهارده واحد من اشهر مطاعم الفول والطعميه اللي موجوده في بورسعيد، مطعم المصري فرع صلاح سالم. طلبنا من عنده واحده ماكس وواحده بيض مقلي بالبطاطس. ايه كده شكل الشقه الماكس. مبدئيا كده الشقه بايشه شويه عشان ميه الفول زياده، وده البيض بالبطاطس، وده شكل شقق طرح البحر، ده البيض بالبطاطس، ودي الماكس. الماكس كويسه هنا. يلا نشوف في فرق في الكواليتي بين الفرعين ولا لا. بسم الله نجرب معاكم. حلوه، خضار فريش بس ميه الفول فيها زياده شويه. بشكل عام هي حلوه. جرب البطاطس، ده شكل البطاطس والبيض. كميه بطاطس كتيره كده. البطاطس مش احسن حاجه. بص المنظر، منظر مش لطيف خالص. بسم الله. البيض لوحده حلو لكن البطاطس مش حلوه. نجرب فرع الطرح، ده شكل البيض بالبطاطس. البطاطس هنا كويسه شويه، نضيفه، بس البيض محروق. بسم الله. هنا البيض بالبطاطس تكسب. ده شكل الماكس، خضار كده كتير بعكس التاني. بسم الله. هنا الماكس 10 على 10، واخد طحينه حلوه كده، والخضار فريش، والفول طعمه حلو. الفول هنا التحابيش بتاعته واضحه كده حلوه عكس التاني. بشكل عام السعر موحد هنا وهنا، بس الكواليتي مختلف بصراحه. في طرح البحر في حته اعلى شويه ممتاز. الكواليتي بتاع المطعم صلاح سالم محتاج يتطور شويه. يعني بص، ده مش منظر بصراحه. حاجه تطلع كده يعني، ده ما ينفعش، ده ما يصحش، ده ما يرضيش ربنا اصلا. ممتازة يعني، هنا ممتازة. بص المنظر هنا نظيفة، هي هنا أحسن، طعمها أفضل. والماكس نفس الكلام، يعني الماكس هنا أنضف. فهم محتاجين بصراحة يعملوا كنترول على المطعم علشان يبقى الكواليتي هنا زي الكواليتي هنا، ميبقاش هنا شكل وهنا شكل. تجربة مميزة وتتكرر تاني. بس كده، دي كانت تجربة النهاردة. جربوه، مستني رأيكم. سلام.